بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنفرز فيها القلقاس. هقولك على الطريقه الصح لتفريز القلقاس بطريقه سهله وبسيطه خالص، خلاصه التجارب كده، وعمره ما يسود معاكي ويقعد معاكي من السنه للسنه. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بس يلا في الاول كده اعملي لي لايك وشير واشتركي معايا في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى بتاعي. اول حاجه بنجيب القلقاس بتاعنا كده، يفضل ان يكون كله حجم واحد. بمعنى مثلا ان هو اللي انت شاريه مثلا 2 كيلو تخليهم واحده بس، حبه واحده بس، او 2 او 3 كيلو يفضل برضو ان هي تكون واحده بس عشان يكون سوا واحد. دي اول معلومه عن القلقاس. لما تشتري القلقاس تشتري من مكان مضمون، بمعنى تشتري واحده تجربيها الاول قبل ما تفرزي وتطبخيها. لو لقيتي السوا بتاعها كويس وبيستوي بسرعه تجيبي من نفس المكان كميه تخزنيها، عشان ده بيختلف من مكان لمكان في السوا بتاعه. وابدأ بعد كده بقى اجيب القلقاس بتاعي ونقشره زي ما احنا شايفين مع بعض كده بسكينة حامية. وتاخدي بالك على ايدك لان هو تقريبا لازم تتعوري وانتي بتقشري القلقاس. وبعد كده بقى بعد ما قشرت الكمية اللي موجودة عندي هننضف المكان بتاعي ونجيب بقى القلقاس بتاعنا والسكينة والقطاعة ونبدأ نشتغل. اول حاجة بقى في القلقاس بتاعي ممنوع المية تيجي عنده نهائي، لان ده اللي بيخلي القلقاس بتاعك يسود. هجيب مناديل مطبخ كده او فوطة مطبخ نظيفة وامسح السكينة اللي انا كنت شغالة بيها، وكمان امسح القلقاس كده ما اخليش اي مية تيجي عليه كويس جدا بمناديل المطبخ دي. وطبعا ممكن تستخدمي فوطة مطبخ كمان لو مش المناديل مش متوفرة عندك. واخد واحدة واحدة كده ونمسحها كويس من اي رواسب للتقشير موجودة عليها. وكمان تمسحي ايدك كويس جدا او تغسليها بمية قبل ما تقطعي وتنشفيها كويس عشان كمان تعرفي تتحكمي في تقطيع القلقاس. وبعد كده بقى نبدأ نقطعه مع بعض. نسلقه ولا منسلقوش، نحط عليه ليمون ولا منحطش عليه ليمون، انا هقولك كل ده في الفيديو مع بعض. هبدأ بقى اقطع القلقاس بتاعي كده، وتاخدي حذرك كويس جدا وانت بتقطعيه لانه تقطيعه بيكون صعب شوية وتكون السكينة معاكي حامية. بتقطعي بقى بالحجم اللي انت بتحبيه، عايزاه كبير عايزاه صغير زي ما بتحبي وتفضلي. بس طبعا نحاول نخلي ان حجم المكعب يكون كله قد بعضه علشان يكون سوا واحد واحنا بعد كده بنطبخه مع بعض. هبدأ بعد كده اقطع بقى مكعبات كده في الحجم المتوسط زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض. انا بوريكي كده تقطيع القلقاس بتاعي زي ما بتحبي وبتفضلي. لو انتي بقى وصلتي معايا بالفيديو لحد هنا ولسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه إشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي أنا بقدمه. بعد كده خلاص أنا تقريبا قطعت كل الكمية اللي موجودة عندي. هنا بقى أنا لا بسلق القلقاس ولا بغسله ولا بحط عليه ليمون ولا أي حاجة. انتي تاخدي القلقاس زي ما هو كده وتبدأي تعبيه في الأكياس وتحطيه في الفريزر. طب انا حابه اغسل القلقاس بتاعي ومش مقتنعه بفكره ان انا امسحه بمناديل دي. اول ما يطلع معاكي من الفريزر تديله شطفه تحت الحنفيه وتحطيه في الشوربه على طول، عمره ما يسود معاكي. او تطلعيه من الفريزر مجمد وتحطيه في الشوربه على طول. وبكده حبايبي يكون احنا فرزنا مع بعض القلقاس بطريقه سهله وبسيطه. وفي نهايه الفيديو هتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومه سهله وبسيطه. ما تنسيش بقى لو انت لسه ما اشتركتيش معايا اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه إشعار. واعملي لي لايك وشير. يلا نقول مع بعض مع السلامة.